السلام عليكم. غادي نديرو كونسونطري د الحامض اللي كيعجبنا وكنمكننا نشربوه بوحدو او نديروه في بزاف ديال العصائر مع الفواكه مختلفين. غادي ناخذ 2 كيلو ديال الحامض، غادي نقشروه بالقشره ديال الخضره وناخذوا داك القشور ونطحنوه في 1 2 3 حتى كيوليو رقاقين بزاف. غادي ناخذوه ونعصروه كامل وناخذوا نص ديال الكميه ديالو ديال السكر، نديروا داك لو زيست اللي طحناه ومع العصير د الحامض ومع سنيده غادي نديروه في شي طنجره ونخليوهم واحد ليله كامله يبقاو، ونبقاو نحركوا مره واحد على راس الساعه. كنبقاو نحركوه ملي غادي نلقاوه السكر داب ولا كله سائل يعني خفيف بزاف. فديك الساعه تيكون عندنا واجد. غادي ناخذوا شي بانيو ولا طنجره وحده اخرى ونديروا الباسواغ ونصفيو هادشي كله. داك لو زيت كيبقى عندنا الفوق هذاك حتى هو تنصلحوه للحلوه الا بغينا نخدموا فيها. والعصير صافي كيكون عندنا واجد كنقسموه في العلب اللي خاصين بالكونجيلاتور تنديروه تما كيولي عندنا كونسونطري زوين وكنديروا به هو لا باز ديال بزاف ديال العصائر ديال العديد من الفواكه. بصحه وراحه، الاقتراح يعجبكم وتجربوه.